هاي يا بنات، اهلا بيكم من جديد في قناتي. انا كنت وعدتكم ان الفتره الاخيره هعمل فيديوهات تعليم حاجات معينه في الميك اب، وهير ات از. النهارده هعمل لكم فيديو جديد هتكلم فيه عن حاجه مهمه جدا في الميك اب وكتير بنات بتلخبط فيها، اللي هو الفرق بين الكوريكتور والكونسيلر، وايه هو الهايلايت والكونتور. طبعا الكونتور انا عامله عنه فيديو مخصوص ومش هتكلم عنه، بس هتكلم عن الهايلايت، فين يتحط، البلاش فين يتحط، وشويه مصطلحات في الميك اب. خلينا نبتدي. اول حاجه هتكلم عليها الكوريكتورز، او بمعنى اصح بالعربي يعني مصحح العيوب. الكوريكتورز بيتحط امتى؟ كوريكتورز بيتحط قبل ما نحط فاونديشن، يعني بنحطه بعد ما نحط البرايمر نبتدي نحط الكوريكتورز. نعرف ازاي الكوريكتورز ايه بيعمل. كوريكتورز بيعمل كنسله لالوان في البشره. اكتر 4 الوان في الكوريكتورز مشهورين هما: اول حاجه الاورنج بيكنسل ايه؟ الاورنج بيكنسل اي حاجه ضربه على غمقان، بني، تحويق. الاورنج يكنسل الغمقان، بنستخدمه اكتر للدارك سيركلز، او لو في اي كلف او حتى اثار تاتو او حنه في البشره، فبنستخدم الكوريكتورز الاورنج حتى نكنسل اللون البني او اللون الغامق اللي في البشره. تاني لون من الوان الكوريكتورز اللي هو الجرين، الاخضر بيكنسل ايه؟ الاخضر بيكنسل اي حاجه ضربه على حمار، التهاب حتى، اللي هو زي ده. يبقى الاخضر بيكنسل لي اي لون احمر، ممكن حبه شباب، اثار حبوب يكنسلوا الاخضر. في عندي بعد كده الاصفر بيكنسل ايه؟ الاصفر بيكنسل اي حاجه ضربه على ازرق، كدمه، عروق. تبقى ساعات ناس تحت العين ما بيبقاش عندهم بني او ما بيبقاش عندهم تحويق، بيبقى ازرق، فما تستخدمش اورنج، تستخدم اصفر زي كده. هو بيجي كده، ده كوريكتور بين من ماك، بيجي لونه اصفر. والاصفر كمان واللون ممتاز جدا لما نحب نعمل هايلايت لاي حته في البشره. نيجي بعد كده الموف بيكنسل ايه؟ الموف بيكنسل الاصفرار اللي في البشره. يعني لو عندي مثلا شايفه حته عندي صفرة، مش اللون بشرتي مش واحد، في حته حاسه ان هي صفرة شويه، فهستخدم كوريكتور موف. لكن لو البشره عندي كلها صفرة يبقى نستخدم برايمر موف. اللي بيعمل برايمرز دي ميك اب فور ايفر، عاملين برايمرز مخصوص لكل مشكله من مشاكل البشره. لو البشره الصفرا عاملين لهم برايمرز لون موف بحيث يكنسل الصفرة في البشره. دول الكوريكتورز. يبقى هنعيد عليهم تاني: الاورنج بيكنسل اي حاجه غامقه، الجرين بيكنسل اي حاجه على احمر، الاصفر بيكنسل اي حاجه كدمه، اثار عروق، الموف بيكنسل اي حاجه ضربه على صفر. فده بالنسبه للكوريكتورز. الكوريكتورز بيتحطوا قبل ما نحط الفاونديشن، يعني بنوزعهم على البشره، نعمل لهم طبطبه كده بحيث نبقى وحدنا لون البشره، ادالينا كنسلنا اي الوان كده طالعه في البشره، ونبتدي بعد كده نحط الفاونديشن فبيدينا نتيجه بيرفكت. طيب نيجي بعد كده للكونسيلر. الكونسيلر بيتحط امتى؟ الكونسيلر بيتحط بعد ما بحط الفاونديشن. يعني بحط الفاونديشن، طبعا لو عندي دارك سيركلز تقيله فهضطر استخدم كوريكتور وبعدين احط فوقيه الكونسيلر. الكونسيلر في منه انواع كتير، بتبقى حاجات زي كده احيانا، زي ليكويد كده، في احيانا بيبقى محطوط جار كده، وفي احيانا بيبقى بامب زي برولن وير وبين ماك، وانتي تستخدمي الكونسيلر في الاخر اللي انتي بتحبيه. طيب ننتقل لحاجه تاني، الهايلايت بيتحط فين اقدر احط الهايلايت؟ وايه هو الهايلايت هو الحاجه اللي بتلقط الضوء. يعني تخيلي بقى في ضوء حواليكي، ايه اكتر حاجه عايزه تبرزيها في وشك حطي فيها الهايلايت. وفي حاجه تانية عايزه انبهها لكم، لما تيجوا تختاروا كونسيلر، في احيانا كونسيلرز بيبقى مكتوب عليهم illuminator. خلي بالك ده مش كونسيلر، ده illuminator، ده اضاءه. فتخيلي بقى لما تاخدي الاضاءه دي وتحطيها على الدارك سيركلز، يبقى انت لقطتي الضوء كله على الدارك سيركلز. فدايما لما تيجي تختاري هو مش بيبقى في الشكل ده، هو اكشلي بيبقى في شكل قلم باين كده، بس مش معايا دلوقتي. فاقري هل ده كونسيلر ولا illuminator. لو illuminator يبقى ده بنعمل بيه اضاءه، لو كونسيلر حطيه عادي ككونسيلر.
دي حاجه حبيت انوه عليها عشان ما نتلخبطش لما نيجي ننقي او نختار كونسيلر ويطلع في الاخر illuminator. اوكي. زي ما قلت هرجع اتكلم برضو عن الهايلايت. الهايلايت بيبقى فيه منه نوعين، في منه اللي هو الالمونيتور اللي هو بيبقى بين او احيانا بيبقى ليكويد زي بامب كده، بتشيليه بتطلع ليكويد بتحطيه مطرح ما انت عايزه تعملي اضاءه. وفي احيانا بيبقى باودر عادي. في اوبشنز كتير عندك، في سوفت اند جنتل من ماك، في ماري لو من زبال، في هايلايترز كتير. وفي احيانا بيبقى زي ستيك، انا معايا ده اللي هو من بنفيت، بيجي ستيك كده بتعملي بيه هايلايت عادي. الهايلايت بيتحط امتى؟ الهايلايت بيتحط بعد ما بخلص الفاونديشن، يعني اخر ستيب باجي كده ببراش بحط الهايلايت مطرح ما انا عايزه ابرز مناطق في وشي اللي هي غالبا بتبقى عظمه الخد، عشان ابرز عظمه الخد كده وادي اضاءه لوشي بيبقى هنا على عظمه الخد. ممكن احط على المناخير هنا ونص المناخير، وممكن لو حابه تضيفي فوق الحاجب بس اضاءه خفيفه. ده الاماكن اللي بحط فيها الهايلايت. وكمان ممكن هنا على اطراف الشفايف، هي دي الاماكن اللي بحط فيها الهايلايت. لكن ما ينفعش اجي تحت دارك سيركلز او اجي تحت العين واروح حاطه هايلايت، يبقى انا كده لقطت الضوء على الاماكن اللي مش عايزه ابرزها في الاخر في وشي والاقي نفسي في الاخر ببرزها. ده الهايلايت. طيب هنتقل لحاجه تاني، البلاش. البلاش بيتحط فين؟ البلاش كل اللي بتعمليه انتي بتيجي جاست سمايل كده وبتحطيه على عظمه الخد او بيسموها تشيك بونز اللي هي هنا فوق الكونتور. احفظيها كده، يعني كنت بعمل الدارك فيس واحط الكونتور، باجي البلاش من عظمه الخد هنا وبطلع فيه فوق الكونتور. ده المكان اللي بيتحط فيه البلاشر. الهايلايت بقى بيتحط فوق، يعني انا بحط كونتور بلاش وهايلايت، ده اللي بحطه على خدودي، وده مكان البلاش. طيب هننتقل لحاجه تاني برضو سريع كده، البرايمرز. ايه فايده البرايمرز وايه انواع البرايمرز؟ البرايمر هو اول حاجه بحطها على وشي قبل ما احط الميك اب. ميزه البرايمر ان هو بيحمي بشرتي من الميك اب اللي هحطه بعد كده، وفي نفس الوقت بيعالج مشاكل معينه في بشرتي. يعني مثلا لو انا بشرتي دهنيه، بشرتي بتدهن، بطلع الصبح احط فاونديشن ارجع الاقي الدهون طلعت وبوظت لي الميك اب كله، يبقى لازم جدا لما اجي اختار برايمر اختار برايمر يعالج لي او يعمل كنترول على المشكله دي. لو بشرتك فيها كلف خدي برايمر يعالج الكلف، لو بشرتك جافه خدي برايمر يعمل ترطيب للبشره من هايدريشن، بحيث لما اجي احط الفاونديشن ما يشققش معايا لان بشرتي جفت. شوفي المشكله اللي بتعاني منها بشرتك واختاري برايمر على اساسها. ده بالنسبه للبرايمر الوش. في برايمر مخصوص للعين. ايه ميزه برايمر العين او ايه فايدته؟ ليه بحط برايمر العين؟ برايمر العين ممتاز جدا لو انا هحط اي شادوز، عايزه الاي شادوز دي تبان واضحه، عايزه الاي شادوز دي تفضل في مكانها، ما اجيش احطها اجي في نص اليوم الاقيها اختفت تقريبا، ساحت كده في البشره. البرايمر لا، البرايمر بيعمل حاجز بين الجفن وبين دهون الجفن وبين الاي شادوز، فبيخلي الاي شادوز تبقى ثابته ودهون الجفن او حركه الجفن ما تاثرش ان هي سايحه. فالبرايمر ممتاز طبعا للميك اب اللي هو السهرات، ميك اب الخروجات اللي عايزين فيها او اللي حاطين فيها اي شادوز عايزين الاي شادوز دي تثبت في مكانها. هسيبكم في اخر الفيديو مع فيديو هسيبكم في اخر الفيديو مع فيديو ازاي بحط الكوريكتورز وازاي بسيحها وازاي بحط فوقيها الفاونديشن. ده حتى حبيت اعمل لكم حاجه عملي تعرفوا ازاي استخدامات الكوريكتورز وازاي بنحطها وامتى. اول حاجه هبتدي بيها طبعا الكوريكتور الاورنج، حتى اصحح بيه الدارك سيركلز اللي عندي تحت العين. وطبعا لو عندك اي بقعة غامقة تاني في الوش غير دارك سيركلز استعملي فيها الكوريكتور الاورنج، بحطه بس فوق الغمقان زي ما انتوا شايفين. بعدين من كاميفلاج باليت اخدت اللون ده، هو بيجي لون وردي شوية مشمشي شوية. انا عندي بس اختلاف في اللون عند الحتة اللي تحت العين دي مش تقيلة زي الدارك سيركلز، فاستخدمت لها اللون ده. بعدين هستخدم اللون الاخضر حتى اصحح بيه اي اثار حبوب، اثار
جروح اي اثار حمراء في الوش بحط الكوريكتور الاخضر فوقيها زي ما انتوا شايفين، حتى اكنسل اللون الاحمر. بعدين حبيت اجرب لكم برضو الكوريكتور الاصفر. هو المفروض طبعا الاصفر بيغطي اي حاجة على موف او على ازرق، بس انا استخدمته كهايلايت اني ما عنديش الكالرز دي في بشرتي، فاستخدمته بس كهايلايت حتى اوريكم برضو ازاي نقدر نحط اكتر من لون كوريكتور في البشرة. وزي ما انتوا شايفين برضو بالبيوتي بلندر بطبطب عليه، حتى مش اروح الالوان بس اني ادمجها في البشرة بس في مكانها، يعني بطبطب فوقيهم طبطبة كده. يعني زي ما انتوا شايفين لسه الالوان موجودة في وشي بس مموهة. بعدين استخدمت الفونديشن ده هو من ديور اسمه فوريفر، الشيد بتاعي فيه 20، وبقيت اوزعه بالفرشة بطريقة ان انا برضو بطبطبه مش بمسحه، يعني ما اجي احرك الفرشة فيه بطريقة ان انا كبس كده بضغطها مش بمسحها، عشان ما اروحش برضو الالوان من مكانها. طبعا البيوتي بلندر اكيد حتى ادمج الفونديشن كويس في البشرة، وفي نفس الوقت طريقة الطبطبة مش هتخلي الوان الكوريكتورز تروح من مكانها. بعدين هستخدم الكونسيلر ده من نارس اسمه بشتري الشيد بتاعه فانيلا لايت 2، وبغطي بيه الكوريكتور الاورنج اللي حاطه تحت عيني زي ما انتوا شايفين على شكل ايه مثلث، بحيث منها اغطي دارك سيركلز او اغطي كوريكتور وفي نفس الوقت اعمل هايلايت تحت العين. واكيد طبعا بوزعه بالبيوتي بلندر زي ما انتوا شايفين. الاورنج تقريبا اختفى مش موجود، وفي نفس الوقت عملي كفر ممتاز للدارك سيركلز، والكونسيلر اتحط فوقيه على بشرة صافية فاداني نتيجة افضل بكتير. وبوزع الكونسيلر عادي بطريقة الطبطبة. وزي ما انتوا شايفين ازاي الكوريكتور خفالي اي عيوب في البشرة، خفالي اي اختلافات في اللون في البشرة، وخلى الفونديشن نتيجته فلوليس ونتيجته صافية على بشرة صافية. بس طبعا الكوريكتورز والحاجات دي طبعا مش يومي. حابة مثلا معاكي مناسبة فحابة بشرتك تبقى فلوليس مفيهاش اي discoloration، يعني اعملي الكوريكتورز دول. لو في مشكله جامده عندك في البشره استخدميه بشكل يومي. لو عندك مثلا بقع في الوش، اثر تاتو، اثر حنه، اي كلف في الوش باين ظاهر، استخدمي الكوريكتور المناسب لده يومي. حطيه قبل الفونديشن، لو تحت العين حطيه بعد الفونديشن، كده كده هتغطيه بالكونسيلر. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا في الرد اللي انا برده ده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات تعليمية. يلا باي.